السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. الدرس ده هنشرح حاجة جديدة شوية علينا، موديفاير بيستخدم كتير. حبيت ان انا اخليه في الاواخر عشان تبقى فهمت موديفايرز كتير ويبدأ بقى بالنسبة لك يكون الموضوع اسهل. خلينا ننزل كده كيوب بشكل سريع واقول له اد، بعد كده اختار هنا بوليان او بول على حسب. يعني البوليان دوت بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن علاقه ما بين اوبجكت والتاني، بس لازم يبقى معاك اوبجكت تاني عشان نقدر نشرح عليه. شيفت ايه، بعد كده هنزل من هنا سفير وارفع السفير دي كده مثلا شويه واصغرها بالشكل ده. خلاص، هروح على الكيوب بتاعي، هختار من هنا بالاي دروبر السفير. انت ما لقيتش حاجه اتغيرت صح؟ هو هنا بيعمل ايه؟ هنا اسمه ديفرنس، يعني الفرق ما بين الاتنين. خليني امسح السفير او اخفيها كده، هو قطع السفير من الكيوب. تمام. طيب خليني اشغلها تاني، لان انا لو خفيتها مش هقدر امسكها. تمام، مش هقدر امسكها خلاص. خليني اشغلها تاني، وخليني اروح على السفير، بعد كده اروح على الاوبجكت داتا، بعد كده انزل لتحت خالص. بص انا كنت فاتحها اصلا، فاروح من هنا واقول له، طبعا هي هتلاقيها موجوده هنا اوبجكت داتا المربع البرتقاني ده، واروح من هنا فيو بورت ديسبلاي. بعد كده هنا هتلاقي عندك ديسبلاي از تيكت شارت، دوس عليها وقول له انا عايزها واير فريم بالشكل ده. هتفضل على طول بالشكل ده كده، بس طبعا لو جاي عايز ترندرها هترندر عادي. بص كده ريندر، هترندر عادي. تمام، بس طبعا عشان الواير فريم شغاله فهتحس انها مش مرندره. اوكي، هتروح على دي كده وتقول له جي وابدا اتحرك. والله بدات تقطع معايا. طب حلو. طب لو انا مثلا حاجه زي كده، خليني ارجع تاني للموديفاير. انا مش عايز اقطع بقى، انا عايز ادمج كده الاتنين مدموجين في بعض. الجدير بالذكر برضو ان انا لو دخلت من هنا كده، احنا جوه كده صح؟ لو دخلت من هنا خلي بالك، هروح على السفير وارجع، انا كده جوه الكيوب على فكره، وارجعها تاني سوليد. تمام، بص كده الجزء اللي جوه ده خلاص، هو انا كده دمجت الجزء اللي بره مع اللي جوه في الاوبجكت. خلاص الاثنين دول بقى واحد. تمام، خليني اخفي ده، اخفيها خالص، وادخل لجوه واشوف. لا ده كده الكلام اختلف، ده انا كده قطعت من جوه. يبقى يونيون مش هي ان الاثنين اوبجكت جنب بعض، لا، الاثنين اوبجكت جنب بعض. بص هتبقى ايه؟ هتبقى السفير جوه، اللي بيتبقي منها جوه. لكن لما بتعمل يونيون انت بتعمل اللي بره بس بيتدمجوا مع بعض. تفرق قوي معاك، عشان الجزء اللي جوه ده انت مش هتعرف تشتغل بيه. لو انت جيت عملت خلاص دمجتهم في بعض، وانت عندك هنا اتنين ايدج وبتاع وعايز تشتغل، هيبقى الايدج ديت ليها جزء بره وجزء جوه، هتبقى كارثه بالنسبه لك. فيونيون مهمه جدا كمان. طيب خليني اشغل دي تاني وارجعها تاني تكتشر او واير فريم. عايزها واير فريم. يا ليه مش عايز تعمل واير فريم؟ يمكن عشان اعملها يونيون صح؟ عشان معموله يونيون. طبعا هي كده، دي كده خلاص معموله واير فريم عادي اهي واير. تمام، بس عشان اعملها يونيون فهي ظاهره. تمام، خليني بقى اروح من هنا واقول له انترسكت. انترسكت هيديك الجزء اللي ما بين الاثنين. تمام، يبقى انترسكت الجزء اللي ما بين الاثنين، يونيون كل دول مع بعض، ديفرنس واحده ناقص الثانيه. تمام، ودي غالبا اللي بنشتغل بيها يعني. طيب خليني مثلا اسكيل دي خالص بالشكل ده كده، واروح على الموديفاير واقول له اري. تمام، واقول له هنا 0. عايزك تعمل الاري بتاعك على الواي حاجه كده بالشكل ده. سكيل تاني. تمام، خليني بس اطلع من على التوب وجاي اعمل حاجه زي كده وانزل لتحت. بص كده، طبعا انا محتاج ان انا اروح من هنا والغي الواير فريم، ولا انا انا عشان اعملها اصلا، عشان انا اصلا اعملها من هنا واير ولا تكتشر. لا ده الكيوب، عايز اروح للسفير معموله واير، فانا هقول له باوند بالشكل ده. باوند دي يعني الجزء ده بس، الحاجه اللي محوطاها.
بص كده انا عملت ايه، عملت اكتر من زي خرم كده جواها بالشكل ده. فدي بتستخدم في حاجه زي كده، ان انا مثلا هروح من هنا على الموديفاير بتاعي خليه مثلا 30 بالشكل ده، تمام، وهات لي ده هنا مثلا بالشكل ده كده. بس طبعا يعني هو بيهنج الجهاز جدا، ف يعني حاول على قد ما تقدر انت وانت شغال يعني تبقى ايه، تخلي بالك من حاجات زي كده، لان طبعا انت عندك هنا بوليجونز كتير قوي. يعني بص كده البوليجونز كتير، فانت ممكن تروح على السفير ديت وتروح من على اد موديفاير، بعد كده تقوم جاي رايح قايل له مثلا ديسيميت وان سب ديفيجن او سب ان سب ديفايد، وتقلل شويه خليها مثلا حاجه زي كده. فبص كده الفيو بورت بقى ايه، انعم معاك شويه. خلاص تمام، خلاص انت خلصت شغل تمام. ممكن بقى تلغي بقى ايه الديسيميت دوت، او مثلا ممكن تخليه مثلا هنا 2 بس. الفيو بورت برضو شغال وزي الفل، بس ايه مفيش تهنيجه الاولانيه، تمام. طبعا يعني انا عايز اقول لك ان انت يعني الديسيميت احنا اشتغلناه وقلنا ممكن ما نعملش فيه حاجه، بس والله بص اهو يعني نفعنا وهينفعك في حاجات كتير. يعني بص مفيش موديفاير موجود في برنامج بلندر ما تقولش ان هو يا عم وانا ايه اللي هيخليني ارفع سب ديفيجن بعد كده اقلله. مفيش موديفاير مش هينفعك صدقني، كل حاجه في بلندر كويسه. انا يعني انا في البدايه انا كنت عمال اقول يا عم هو مقفورين الدنيا كده، بس فعلا كل حاجه ليها استخدامها، كل حاجه فعلا ليها استخدامها. عشان كده بلندر بقى متخصص في كل حاجه. يعني بلندر بقى بالنسبه لنا دلوقتي كل حاجه بقى يعملها. يعني تحريك شخصيات مثلا، كاركتر موديلنج، كاركتر ريجنج، مثلا موشن جرافيك شغال، في اكس شغال، كل حاجه كل حاجه، حتى التصميمات المعماريه بقى شغال فيها كويس جدا كمان. فبقى شغال في كل حاجه ليه؟ عشان في فيتشرز كتير فانت استغلها. فالبول ده ممكن مثلا تستخدم حاجه زي كده. فتمام، خليني امسح السفير دي خالص، وخليني اعمل حاجه تانية. ولنفترض ان انا معايا مثلا سلندر، تمام، روتيشن كده، بس انا عشان عايز اديها سكه روتيشن، اوكي، بس هسكيلها كده شويه، وسكيل على الاكس، سكيلها كمان، خليها حاجه زي كده مثلا. طبعا انا ايه اللي انا بعمله ده؟ هي مشكله بقى ايه، ان كمان برنامج بلندر اصلا مش معتمد على ان انت تشتغل بالجزمه ديت، فمش سهله خالص. خليني اعمل حاجه زي كده وانزل برضو كمان معاها تورس، سكيل حاجه كده، روتيشن واي برضو 90 حاجه كده مثلا. عايزهم بس يبقوا ايه على زاويه واحده، خلينا مثلا ده على كده بالشكل ده. مثلا والله نفترض يعني حاجه زي كده. مش هيبان طبعا، تمام، ايا كان يعني بالشكل ده. انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل اري لدول، تمام. فما فيش مشاكل عادي، انا ممكن اعمل مثلا اري لده اهو على محور الواي، تمام. ايه ده كله؟ بس اقول 24 اعتقد ياما قوي، ياما قوي. خلينا اقول له مثلا اقول 10 حاجه كده، تمام. وده نفس الكلام برضو. طبعا انا كنت ممكن ان انا احطهم على مش واحده، ولكن انا بوري لك لو انت عندك اكتر من اوبجكت وعايز تعمل نفس الفكره، فاهمني؟ فانا يعني مش عايز ان انا اقول لك ايه، يعني مش عايز اديك الطريقه السهله وخلاص. خلي ده 0 وده 1 برضو، اعتقد هتبقى كده، اعتقد هتبقى كده. بس يعني احنا ده عايز يزيد شويه بقى، يعني هو نفترض مثلا حاجه زي كده، تمام. حلو. دلوقتي دول 2 صح؟ لو انا رحت للكيوب دلوقتي قلت له انا عايز امسح للبوليان، اعمله من اول وجديد. لو عايز مثلا ايه ديفرنس وامسح لي السلندر، اوكي، قطع. طب لو جيت هنا، ما انا ما عنديش غير خانه واحده، ما عنديش غير خانه واحده، فهعمل ايه دلوقتي؟ هروح من هنا واقول له كولكشن، دول
يتحطوا في كوليكشن واقدر استخدمهم. بدوس ايه؟ بدوس على حرف الام بكل سهوله، نيو كوليكشن. تمام، بدوس كده واسميهم مثلا كات. خلاص، اقول له اوكي. كده هم دخلوا جوه كوليكشن جديد. خلي ده كده جوه الكوليكشن ده، ودول كده جوه الكوليكشن ده. هروح للكيوب، هروح للموديفاير بتاعي، ادوس هنا الاقي عندي الاثنين كوليكشن، اقول له هات لي كات بالشكل ده، واخفي لي الاثنين دول. بص كده، تمام جدا. اروح للتورس مثلا كده، وخليني اطلع بس على التوب، وخليني بس اجيبها ورا شويه كده، حاجه كده مثلا. بص بقى هنا يعني طبعا عشان ايه تقيله قوي معانا، فعادي جدا انزل ديسيميت واخلي unsubdivide واخليه على 4 عشان بس اعرف اشتغل. بعد كده حلها ربنا يعني، بعد كده احنا ممكن لا اخليها 2 كده. بقت الدنيا ايه سهله شويه، مش مشكله. تمام. طيب اخفي ده كمان، بقى عندك الكات. يبقى انت كده تقدر دلوقتي تقطع وترسم وتعمل اللي انت عايزه، تحط بقى الاوبجكت بتاعتك وتقوم جاي قاطع من حاجه معينه او تضيف حاجه معينه وهكذا. البوليان مهم جدا على فكره، ولازم تعود نفسك انك تشتغل بيه. مهم في الموديلنج عموما. من افضل الموديفايرز اللي موجوده اصلا في الموديلنج عموما، دي اسمها جنريت، بس دي معظمها موديلنج يعني، معظمها داخله في سكه الموديل. من احسن الحاجات اللي موجوده. طبعا احنا ما شرحناش كل حاجه، ولكن في حاجات لازم تتشرح مع حاجات بقى، يعني مش هينفع ان انا اشرحه لوحده. يعني مثلا الشرينك رام مش هينفع ان انا اشرحه لوحده، مثلا الكيرف لازم بروجكت، وهكذا بقى. يعني في حاجات كتير بقى محتاجه. ده غير طبعا الفيزيكس دي ليها قصه لوحدها، ده مش هيتشرح طبعا مع الموديفايرز. الفيزيكس اصلا ما بتتشرحش في الموديفايرز، الفيزيكس بتتشرح لوحدها، لان زي ما قلت لك في الاول خالص ان البار بتاع الفيزيكس ده كله كده، العمود ده كده كله ما بيستخدمش من هنا، لا ده انت بتستخدمه منين؟ من التاب بتاعه الفيزيكس، بتنزل ده هنا، فخلاص اوريدي هو ايه بيشتغل. طيب انا كده خلصت معظم الموديفايرز اللي موجوده. ان شاء الله الموديفايرز اللي باقيه بقى هنبدا نعمل لها ورك شوب مجمعه او حاجه بقى كبيره نقدر نعرض فيها ونقدر نشتغل براحتنا. ممكن فيديو طويل شويه ولكن هيبقى كويس ان شاء الله، هيعجبك. اتمنى تكون استفدت من الدرس، اتمنى يكون يعني الكورس مش تقيل على قلبك والدنيا سهله وماشي معايا واحده واحده كده. طبعا لو انت لسه موجود دلوقتي معايا في الفيديو فطبعا شكرا جدا ان انت متابعني لحد دلوقتي. اشوفكم على خير ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.